اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم اكله جميله جدا ولذيذه. بصوا معايا كده ما شاء الله تبارك الله، ده غدانا روعة جدا ورهيب. وحكاية الحكاية جربوه قولوا لي ايه رأيكم. ابيض عادي، رز مصري غسلاه وحاطه عليه كوبايه رز، تحطي مج يعني تحطي عليه ربع مج عدس، ماشي، وتنقيهم وتغسليهم وتخليهم زي الفل. جيبي البصل المحمر كده وحطيه في قلب الميه المغليه مع حبه كمون وشطه، انا بجيبه جاهز البصل ده مجفف، ومع حبة شطة وحبة كمون وفلفل اسود، وتحطيهم على النار يغلوا. وبعدين الرز المغسول تحطيه فيه وتحطيه وتغطيه وتسيبيه على البوتاجاز يستوي. يلا بينا، عندي فلفل وفلفل احمر وفلفل اخضر، وعندي طماطمايه وليمونايه وبصلايه كبيره او بصلتين صغيرين، 5 فصوص توم، كمون وشطه وملح وبهارات سمك، ماشي. هتحطي عليهم معلقتين خل، حطي عليهم معلقتين ملح، حطي عليهم عصرة ليمونة وخل التفاح، وامسكي كل المكونات دي قلبيها مع بعضها وحطي عليهم معلقتين زيت زيتون. خلاص كده انتي عملتي التتبيلة بتاعت السمك، والسمك ده سمك بلاميط. هحشيه معاكم، هعمله صينيه بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي، تطلع معاكم جميله جدا ورهيبه. خلاص كده كل التتبيله بعد 5 دقايق حطيتها فوق السمك، وامسكي السمك كله كده ايه، بهري السمك، بتبقي غسلاه حاطه عليه ملح وخل، وبهري كده كل التتبيله دي بقلب السمك. الجديده والتركايه الحلوه اللي انا هجيب نص كيلو بطاطس اقطعه حلقات واحطه فوقيه، ويكون بطاطس مش كبيره، تكون بطاطس طويله دي رفيعه، اعمليها حلقات كده وحطيها. ادعكي كل المكونات دي ببعض كده، والطعم والريحه والدنيا كلها تتقبل من بعضها، ماشي. وظبطي الصينيه بتاعتك بقى ورصيها، وبعد ما ترصيها ماشي، جيبي بقى قشره الليمونه اللي احنا عصرناها اللي احنا حطينا مع التتبيله، حطيها في قلب الراس، في الراس دي وفي الراس دي، هتدي طعم جميل. الزيوت العطرية بتاعتها هتطلع كده جوه السمكة، بطن السمكة، هتخلي الطعم معاكي في حتة تانية خالص. رصي البطاطس واحشي السمك من جوه بنفس التتبيلة، والبطاطس رصيها في النص وفي الجنبين. اعملي كده شكل جميل يفتح النفس لولادك، اكلتك تبقى رهيبة وجميلة. غطيها بقى بالفويل الورقة كده، ورقة الزبدة والورق الألمونيوم، وبعدين يلا على الفرن ساعة وربع، ساعة ونص، تطلع عندك رهيبة وجميلة وطعمها روعة جدا فوق ما تتخيلي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، والنتيجة بتاعتها رهيبة ولذيذة، وطعمها رهيب رهيب رهيب. بصوا كل اللي هياكل منها هيقول لكم قد ايه هي جميله جدا ورهيبه. ويلا بينا نغرف معانا بقى الكشري الاسكندراني السريع. غرفناه وزوقناه بالبطاطس والفلفل، وحطينا عليه شرايح الطماطم والليمونه عشان لما تاكلي تعصري. لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر وتعمل فايده للجميع، واقول لكم باي باي في وصفه جديده. باي باي. بصوا باي معايا باي كده ايه، ما شاء تعالوا الله بصوا لما تبارك غرفت الله، ده الطبق بقى غدانا عامل روعة ازاي. جدا ما شاء ورهيب. الله تبارك وحكاية الله، اكله الحكاية لذيذه جربوه قولوا وجميله. لي ايه رأيكم.